أنا هادخل في الموضوع على طول اتفضل. وهاخد بقى expression كده انتشر الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا هو toxic. احنا متفقين ان اي علاقه سواء ما بين الزوج وزوجته او علاقه ما بين اصدقاء او قرايب او ايا كان العلاقه، علشان تكون علاقه سويه ومتزنه يعني في 3 اسس لا تخلو منهم العلاقه: صدق، امان، احترام. والتلاتة بيكملوا بعض، يعني مفيش حاجه فيهم اهم من التانية. العلاقه علشان تكمل وتبقى علاقه فيها استقرار نفسي واستقرار اسري، اول حاجه انا لازم اكون حاسه ناحيتك بالامان. طيب يعني عكس الحاجات دي كلها يبقى علاقة toxic؟ أكيد جداً، يعني إحنا دلوقتي لو أنا العلاقة بتاعتنا بتخلو من إحساسي بالأمان ناحيتك، مش بصدقك في أفعالك، في تصرفاتك، في كلامك مش مصدقاك، أو مفيش احترام ما بيننا، في إهانة، في تجاوز لفظي، في عنف جسدي، مش مديالك قيمتك كما ينبغي، أو أنت مش مديني قيمتي كما ينبغي، فإحنا كده راح ما بيننا الاحترام، دي تبقى علاقة توكسيك.